ليه سبيروس باتس اسمها كده؟ وايه رمز الدبانه اللي عليها دوت؟ لايك وسبسكرايب وتعالى اقول لك. سبيروس باتس اتسمت على اسم مؤسسها سبيروس باتس اللي اتولد في اليونان سنة 1885 وجه مصر وهو عنده 15 سنة واتعلم في المدارس المصرية، وسنة 1920 في وسط القاهرة قرر انه يفتح مصنع سبيروس باتس بالشراكة مع اخوه، وانتجوا اول نوع ازازة ليهم وهي ليمونادا باتس اللي سماها المصريين الغزوزة، وانتشرت الغزوزة في كل انحاء مصر واصبحت المشروب الرسمي في مصر والمفضلة عند مشاهير كتير جدا. اما بالنسبه لرمز الدبانه واللي في الحقيقه كان يقصد بيه النحله، واللي استمر رمز النحله ده لحد وقتنا هذا، السبب منه انه كان بيشتغل بالزراعه ومناحل العسل في جزيره كاليفورنيا باليونان، واشتهرت بانتاجها لاجود انواع العسل في العالم، فعشان كده كان بيرمز برمز النحله عشان يقصد ان هو الصناعه بتاعته من اجود انواع الصناعات في العالم. وبس كده، لايك وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد.